السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم. وصفتنا اليوم وصفة مناسبة لجو الشتاء والبرد، وبحبوها الكبار والصغار. اليوم معنا وصفة للسينابون بطريقة مضمونة وطعم بشهي. قبل ما نبدأ، اللي بيتابعوني لأول مرة وإذا عجبتكم الوصفات يا ريت ما تنسوا السبسكرايب وتفعيل زر الجرس لحتى نبقى على تواصل، وتدعموني باللايكات والكومنتات. وهلأ رح نبدأ بالوصفة. خلينا نتعرف على المقادير. لتجهيز السينابون بنحتاج 5 كوب طحين، عنا كاسة وربع حليب سائل دافي، نص كاسة سكر، ربع كاسة زيت نباتي، 3 معالق كبار زبدة طبعا سايحة بدها تكون، بنحتاج لبيضتين بحرارة المطبخ، عنا معلقة كبيرة خميرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة فانيلا، بنحتاج معلقتين كبار قرفة، ونص كاسة سكر بني أو السكر الأبيض. هلأ حنبلش بالتحضير. أول شي عنا الحليب، كاسة وربع حليب، لازم يكون حليب دافي. بنضيف السكر، نحركهم شوي. هلأ داب معنا السكر، بنضيف الزيت، بنضيف الزبدة وبنحركهم. لما تجانسوا معنا بنضيف البيضتين، نخفقهم معاهم. هلأ بنضيف الخميرة والبيكنج باودر والفانيلا وبنخفقهم. بنضيف لها رشة ملح وبنستمر بالخفق. هلأ بنضيف الطحين، بنحركه شوي بالخفاقة وبعدين بنكمل العجن بالإيد. طبعا بدنا نعجنها كتير منيح لحتى تصير معنا عجينة كتير طرية وناعمة. هيك صارت معنا العجينة جاهزة. هلأ بدنا نغطيها ونتركها لحتى ترتاح تقريبا نص ساعة. هلأ بدنا نجهز خلطة السكر والقرفة. طبعا بنحط السكر ومثل ما حكينا البني أو الأبيض المتوفر، والقرفة بنضيفها، بنخلطهم كتير منيح مع بعض. بعد مرور نص ساعة تقريبا تخمرت معنا العجينة كتير منيح. هلأ رح نبلش فيها شغل. وهلأ بدنا نقسمها لكور لحتى تسهل علينا الشغل.
هلأ رشة خفيفة كتير من الطحين بنرشها، نحط العجينة وبنبلش نفردها. بدنا اياها تكون مستطيلة، طبعا الحجم اللي بدكم اياه. هلأ هيك السمك المناسب اللي بدنا اياه، لا كتير رفيعة ولا خميلة. وهلأ عنا الزبدة مذابة رح تكون، بندهنها. بدنا نحاول نبعد شوي عن الأطراف لحتى لما نلف الرول يمسك معنا ويسكر. بندهنها كتير منيح، يعني بدنا نحط كمية كتير منيحة من الزبدة. هلأ بدنا نرش من خليط السكر والقرفة اللي عملناه طبعا على الزبدة، وبدنا نرش كمية منيحة. وبعد ما حطينا القرفة وعبيناها منيح بدنا نلفها. بنبلش من الأطراف، بنسكرها كتير منيح، وبعدين بنلف الرول. بنتأكد انه تسكرت معنا مزبوط لحتى ما تتفتح وتكب الحشوة اللي موجودة فيها. وهلأ بدنا نقطعها. طبعا الحجم اللي بدكم اياه. انا هون تقريبا هي مثل ما انتم شايفين بقيسها اصبعين وبقطع بالسكين. شوفوا كيف طلعت معنا حبة السينابون، كتير شكلها حلو ومرتبة، لفاتها متناسقة. طبعا بتقدروا تكبروها حسب شو بحبوا الأولاد عندكم، وبتصفوها بصينية، ممكن على ورق زبدة أو مسحة زيت بالبايركس مثل ما بدكم. بنصفهم بالصينية وبنتركهم ربع ساعة لحتى يرتاحوا ويتخمروا. وهلأ بعد ربع ساعة بنشغل الفرن من تحت على درجة حرارة 180. بنحطهم على الشبك بالوسط. بتاخد معنا تقريبا من 20 ل 25 دقيقة لحتى تتحمر من تحت، وبتقدروا تعطوها وجه من فوق وبتصير جاهزة معنا. وهلأ بعد ما خلصنا خبز السينابون، شوفوا معي هالمنظر، كيف الحبات متناسقة، بتفتح النفس، وكمان ما بتتخيلوا قد ايه ريحتها بتشهي، طعمتها كتير طيبة. ومثل ما انتم شايفين معي كيف الحبة كتير طرية، والعجينة طبعا ما اخذت معنا وقت، بسرعة عجناها، خمرناها نص ساعة، شكلناها وريحناها شوي وبعدين خبزناها. طبعا انا هون ولادي بفضلوها هيك، انتو اذا بتحبوا تضيفوا لها صوص شوكولاتة او صوص الكراميل، ممكن حليب المكثف اللي بتحبوه. قبل ما نختم، ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم، وما تنسوا اللايك والكومنت، وصحتين وعوافي على قلوبكم.